إيران دولة شرسة لا تستمع لأوامرنا. أظن أنها دولة فارسية وليست دولة عربية لكي تستمع إلى نصائح أمريكا العظمى. نتمنى من إيران فتح مضيق هرمز بما يضمن مرور حاملات النفط بشكل آمن وسلس، لما لذلك من أهمية كبيرة في استقرار أسواق الطاقة العالمية وتفادي أي توترات اقتصادية، والسماح بمرور حاملات النفط لما لذلك من أهمية بالغة في استقرار الأسواق العالمية وضمان تدفق الطاقة بشكل طبيعي، إن استمرار إغلاق هذا الممر الحيوي ينعكس سلباً على الاقتصاد الدولي ويزيد من حدة التوترات في وقت يحتاج فيه العالم إلى التهدئة والحوار. إن فتح المضيق ليس مجرد خطوة اقتصادية، بل هو أيضاً رسالة إيجابية تعكس حسن النية والاستعداد للتعاون وتسهم في خلق مناخ مناسب للحوار والتفاهم بدلاً من التصعيد. فالمصالح المشتركة تقتضي تغليب لغة الحكمة والعمل على تجنب كل ما من شأنه تعميق الأزمات أو تعقيدها، وعليه فإننا نأمل أن يتم اتخاذ هذه الخطوة في أقرب وقت بما يخدم الاستقرار الإقليمي والدولي ويعزز فرص السلام والتعاون بين جميع الأطراف، لما لذلك من أهمية كبيرة في استقرار أسواق الطاقة العالمية وضمان استمرار تدفق الإمدادات بشكل طبيعي. إن تسهيل مرور السفن في هذا الممر الحيوي يسهم في تخفيف توترات